السلام عليكم اخواتي. هذا الفيديو اليوم لا للقصف لا للضحك لا للمزح. هذا الفيديو كم كلمة بقلبي وحابب احكيهم غصة يعني. الله وكيلكم مقهور يا عالم. بدي رجعكم معي بالزمن بس 5 سنين لورا. اكيد الكل بيتذكر كيف كنا اكيد يعني بلا ما احكي. والله اشي بيقي. انا عن نفسي انا كل يوم ما بنام الا اذا دموعي هيك معبيين مخدتي لحتى اقدر نام بصراحة هالشي اللي صار فينا. بتعرفوا شو هو القهر؟ القهر انه عم تشوف بلدك عم تتدمر قدامك ومو طالع بايدك تساوي شيء. بتعرفوا شو هو القهر؟ القهر انه حرموك من اعز ناسك واهلك ورفقاتك وكمان مو طالع بايدك تساوي شيء. بتعرفوا شو هو القهر؟ بيتك اللي ربيان فيه، اللي مقضي فيه احلى ايام عمرك طفولتك، يروح بقذيفة. بتعرفوا شو هو القهر؟ قهر على شباب هالبلد يلي راحت يا حوينتها، يلي راح شهيد ويلي طلع من البلد غصب عنه ويلي هلا بالجيش مع هاد ولا مع هاد. بتعرفوا شو هو القهر؟ لما يجي واحد يمسكني بالشارع يقول لي انت شو جابك لعنا؟ انت سوري لاجئ. بتعرفوا شو هو القهر؟ لما يجي واحد من برا يسألني كيف سوريا؟ شلون الاوضاع بسوريا؟ وانا اطلع فيه بنظرة وقلبي مفحم من جوا، بقول له عنا الاوضاع الحمد لله ما في اشي. بتعرفوا ليش؟ لانه اذا بدي جابه ما ولا ب10 سنين بخلص اللي بقلبي، لانه اللي صار فينا ما صار بحدا تاني. شو بدي اقول له ولا شو بدي احكي له؟ بيقولوا خليها بالقلب تجرح ولا تطلع وتفضح. وانا من عندي بقول حسبي الله ونعم الوكيل بكل واحد شارك بدم الشعب السوري. حسبي الله ونعم الوكيل بكل واحد هدم قطعة من سوريا. حسبي الله ونعم الوكيل بكل واحد قهر سوري بالغربة. وبتمنى هيك الفيديو بس هيك انا عن جد حابب انشر انه الكلام كثير عم يوجعني من قلبي. بتمنى كل واحد يدعي دعوة من قلبه سوريا.